صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. مكملين في الحته بتاعه القطاع الصناعي والماكينات، وعرفنا ان في شركات كتير بتنافس في الحته دي، بس كل واحده منهم كان عندها ميزه في حته. المصريه ماشين زيها زي بقيه الشركات اللي دخلت بقى لها اكتر من 17 سنه في الجزء بتاع الماكينات، بتعمل اللي كل السوق بيعمله. بنعمل التعبئه والتغليف والخلط واللحام والستيكر، وانت عايز الستيكر يدوي ولا نص يدوي ولا اوتوماتيك، كل الكلام ده. طب امال ايه المختلف اللي عملته المصريه ماشين؟ عملت زي شركه تانية كنا اتكلمنا عليها، وهي تصنيع قطع الغيار. عندك خط كنت مستورده من ايطاليا، عندك خط كنت مستورده من ألمانيا وفي مشكلة في قطع الغيار بتاعته، او عايز ان انت تستبدل جزء منه ودلوقتي التكلفة بتاعته عالية عشان السعر بتاع العملة. اللي بتقدر تعمله المصرية ماشين انها بتعمل ريفرس انجينير. اديني قطعة الغيار هعمل لك زيها. ازاي ان انا اقدر الجزء اللي باظ من الخط بتاعك اعمل لك جزء مطابق ليه، وان هو يعمل ايه، يكمل مع الجزء التاني بتاعك. تحية للناس الحلوة اللي موجودة في المنصورة وفي الدقهلية، واللي دخلوا عملوا قيمة مضافة في حتة كده ما فيهاش ناس كتير. صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر.